كنصور وكنقول ديك بلاتي اخوتي ما كاينش بوحدي، انا وهاد صاحبي ديونا. الله يحفظ الله يحفظ. المهم اخوتي كلشي متبع، يعني كلشي الاغلبيه متبع القضيه ديال سلمى وديال هذيك البنت. بغيت نبقى نقول لها هذه لان استفزاتنا ونشرم لها الشنكاره، لان فعلا والله العلي العظيم الا كتستحقي هذا الاسم لانك استفزيتي المغاربه وكتبوا لك في التعاليق هيا تجمعي راسك وكتبوا لك في اللايفات تجمعي راسك، وانا راجعه اللايفات والتعاليق وهذوك اللي كيأيدوك وكيزيدوك وعطيها. تعجبت في التعاليق كميه ديال الناس اللي صحاباتك تأيدوك، وحتى في اللايف السيده اللي ديك البرهوشه اللي كانت معاك، بزاف على كلمه السيده البرهوشه اللي كانت معاك كتقول لك راه هي اللي كتكتب وكتزيد، هذاك الشيء تا هو خصهم يمشيو يتحاسبوا. لا راجعه لكم ما غتفلتوش. المهم الخوت غادي نقول لكم بعض التطورات اللي دائما تنخليها انا، ناس اللي متبعيني عارفيني يقال ويشاع، هذه الكلمه كنت خرجتها انا، يقال ويشاع في واحد الملف. وعلاش دائما تنخليها ربما ان تقدري تسالي على اي كلمه باش نكونوا قانونيين. هذا الشيء لا يضر من يقال وما يشاع. المهم الخوت يعني بالتاكيد ان فعلا البارح السيد وكيل الملك بابتدائية مراكش سمحوا لي عطى الاوامر ديالو باش يتم توقيف او فتح القضيه ديال سلمى. هنا مزيان اوكي. خيتي جمعات حوايجها وكانت غاديه لتركيا. في المطار تم القاء القبض عليها. كيفاش؟ باش عرفوها غاده شنو واقع. حنا غندير ديك يقال ويشاع ولا اؤكد وربما ولست متاكده وهذا ما يروج. المهم قال لك سيدي جاتها استدعاء وما مشاتش، ما دباتش الاستدعاء باش تمشي للولايه مراكش ولايه الامن. فديك الساعه تلونسات ريشيرش، كان الشك ان تقدر تزيد تهرب شي حاجه. ففي المطار تشدت، رجعت مشات للولايه. من الولايه داوها عند السيد وكيل الملك، وكانت السيده نائبه وكيل الملك. البارح بقات في الحراسه النظريه، يعني غتبقى يومين وغادي يتم التقديم ديالها اما قاضي التحقيق او لا غترجع عند السيد وكيل الملك او لا نائب وكيل الملك او لا نائبه الملك. وكيل نائبه وكيل الملك سمحوا لي، يعني تنهضر كندور لها 70,000 مره باش ما يكونش هنا تسريب ولا شي حاجه. هذا ترتابك شويه، انا ما كنكتبش. اوكي هنا مزيان الحمد لله. الصوت تاع الشعب، الصوت تاع الناس توصل منك انت شويه، من هذا من هذه الصفحه، من هذه القناه، من هذه القناه. ولا نستهين باحد. كاينين الناس اللي هما مراقبين، ورا الاغلبيه اللي متبعيني عارفين الناس اللي مراقبين في لايفاتهم في كل شيء. انا راه طنز تيعيطوا عليا على اي حاجه في مواضيع اللي الاخر تا هو هكاك، هذا تا هو هكا. الناس اللي في السلطه اللي في القضاء راه بشر، راه بحالنا بحالهم، راه تا هما مفروض عليهم الديجيتال، راه ما جايين بشي كوكب اخر. والديجيتال مفروض تا هما تيشوفوا لي فيديو، تيشوفوا الراي العام، تيشوفوا شنو الاخبار، تيشوفوا شنو كيروج. مي هما ما كيحكموش بالعاطفه، تيحكموا بالواقع. راه يقدر شي واحد تاثر وكاين داك الفعل الجرمي ومأثر، ما تيمشوش بالعاطفه. كاين استخدام العاطفه في شي حوايج اللي هي لوجيك، كاين اللي لا. هنا غنرجع للجمعيات. نادينا الجمعيات، طلبنا الجمعيات، صفتنا فعلا واحد من هنا واحد من هنا. اوكي الجمعيه الاولى قال لك سيدي حنا نهار اثنين تيعلنوا التضامن ديالهم وباغي يكتبوا واحد البلاغ اوفيسيال. انا ما غنسميش الجمعيات، هذا راجل نهار اثنين تيعلن التضامن ديالو، شاف لي فيديو، شاف كل شيء، تيعلن التضامن ديالو مع ديك البنيته. غادي نمشيو يتضامنوا معاها
يعني شي حاجه بين اللعمه، ما هي قمشه، ما هي غير هضره، ما هو غير تشهير، ما هو كاين فعل. اوكي. نهار اثنين الثلاث قال لك اسيدي بعد ما تفحصنا الصفحه ديالها في التيك توك وفي الانستغرام، لقينا في التيك توك ان عندها عدد من الناس، هادشي سيدي ما شنو المشكل؟ عدد من الناس راه هادشي ولا جري به العمل، هادشي راه عادي، هادشي راه عادي، راه الصفحه ديال اخر النوش فيها عدد من الناس، راه دكاتره فيهم، راه وزاره دايرين صفحات ودايرين الناس قنوات، وشكون دايرين قنوات، والاخبار اللي هي اوفيسيال كتنقل لنا في اليوتيوب يعني قناه، راه هادشي راه ولا عادي، راه بحال الجورنال نهار خرج في الاول، راه هادشي دابا ولا في الديجيتال. اوكي. قال لك اسيدي لاحظنا بان هناك فيديوهات تستخدم فيه الموسيقى وداك الشيء ما عجبناش، وداك الشيء فراسك بان بعض الناس يعانون من الاكتئاب والمرض النفسي وكيتاخذوا السوشيال ميديا او لا كينوض كيحل التليفون ما تيقدرش يهضر في الواقع، كيحل التليفون كيضحك تينشط تيعاود فراسك. انا شخصيا ما تنحملش صوتي، انا الا درت شي فيديو ما تنعاودوش، ما تنحملش صوتي، ولكن تشجعت وبديت تنهضر وتندوي وعندي عادي انايا ابسط الامور، وما كنتش كنشجع نهضر وليت كندوي، ولكن في الواقع تنحشم من الناس وبزاف ديال الامور، ولكن بديت كنتشجع شي شويه ونقدر نواجه عادي ونقدر انا ما بقيتش كنحشم على اللي ضرني. اوكي. كاينين بزاف الناس اللي تاخذوا السوشيال ميديا من غير، انا ما تنهضرش على مشوهين، ما كنقولش مشهورين مشوهين وقدوه سيئه وبزاف ديال الامور ما كنهضرش عليهم، كنهضر على الناس اللي هو شنو تيدوي تيهضر تيجمع تيخوي قلبه تيكوتشي كيولي هو تيولي كوتشي، هو تيولي كوتشي الناس اللي هو عنده شي مرض تيعاني من شي حاجه. ما علينا. هذه البنت كل ما جات انها تخرج للسوشيال ميديا، اول حاجه باش نعرفوا حنا هذا المشكل، باش غيوصل هذا المشكل، باش قد ما السوشيال ميديا نافعه قد ما ضاره عادي جدا، ممكن تعادل. المهم نمشيو مع النافعه. البنت شابه صغيره كيفاش ما غتضحك، ما غتغني، ما غتنشط، شنو بغيتي تبقى تخدم لك القران؟ شنو بغيتيها؟ القران راه على راسنا وعينا، شنو زعما شنو باش توصل لك شي حاجه ان ديك البنت راه مسكينه كتعيش باكتئاب، اش بغيتي تشوفها كتبكي، فيديوهات البكا، فيديوهات شانقه راسها، شنو؟ على الاقل بنتها راه ضحكات ونشطات وبزاف ديال الامور كتلها مع البنات السن ديالها ولا ديالها، ما هي معريه، وبالعكس حيدات الفيديوهات فاش كانت معريه شعرها، ما هي معريه، ما كدير حتى شي شوهه، وهذا الشيء راه شاهد عليها. ولا تمسحوا راه كاينين فيديوهات قدام خداوهم لا باج ما فيهم شي حاجه ديال العيب، حتى لهنا مزيان. علاش انسحبتوا؟ هذا الامر تيرجع لكم والحمد لله، يعني بكم حنا تنشكركم ملي كتوقفوا في شي قضيه، وبلا بكم راه كاين تبارك الله السيد وكيل الملك، نائب وكيل الملك، كاين القاضي، كاين قاضي التحقيق، كاين القضاء الجالس، كاين الشرطه، كاين من الكبير حتى الصغير، تحيه ليهم. الشرطه في خدمه الشعب، والحاجه متى توصل للراي العام ما تيبقاش فيها اليدين، واللي دار يديه غادي يحس ديك الساعه بشنو كاين. حنا كنتهناو بهم وكنفتخروا بالقضاء ديالنا وكنفتخروا بالشرطه ديالنا، ومشى داك الزمان ديال باك صاحبي، الا كان شي باك صاحبي وربي بغى يفتح تيحصل. اوكي. يعني انسحبتوا علاش كيفاش شنو التساؤل شنو هذاك السبب حشومه كاع غنخليوه على جنب. جمعيه اخرى، وانا ديك السيده تنحترمها وعزيزه عليا وتنعرفها انها كتوقف في مواقف زوينه. وقفت في قضيه ديال هيام، اللي هيام انا ضدها مليار في المية، وكانت مطلع عليا الدم من فريمون. فاش هادي غير بدات الهضره قلت يعني كانوا كيقولوا كاين تنازل وغتكون واحد تخفيف وداكشي، بقات فيا في الاخير بكل صراحه الله يدوزها على بخير والله يخفف عليها. ما علينا. هذيك السيده مع كل احترام ليها انا تنتناقش معها، تنقول بان قلتي بانهما جوج قاصرين، وهذيك دازت هذيك القضيه مشات عند القضاء وخدات الحق ديالها وكل شيء. اوكي. يعني عندك راه عندها الحق، راه هي ما يمكنش تدخل في هذاك الحكم،
وانا وانت ما عندناش الحق ندخلوا في داك الحكم. شي كون عطاوها نهار تدخل وتخرج، كون ما عطاوها والو خرجت براءه، ما عندناش الحق. مي بالضمير وبالواقع، والواقع ثم الواقع، لو يطرا داكشي في بنتك ولا يطرا في بنتي ولا في بنت هذا ولا في بنت هذا ولا في بنت هادي، هل يستحق المجرم اللي دار داك الفعل الجرمي اللي تصدت ليها باسكو راه تسناتها حتى الغد ليه وجايبها الغازوه وتيقولوا دايره فيها التومه وبقات وسولت عليها وقالت تصدات ليها، كون جابتها لهنا كانت تقتلها، يعني كتصد يا تقتل يا المهم فناتها في حياتها. اوكي، هل تستحق شهرين؟ مع احترامي للقاضيه اللي حكمت في هذا الحكم، تيقولوا ان الاب ديالها خدام تما، هادشي مشى داك الزمان. حتى دابا حنا تنطيقوا في السيد وكيل الملك وفي السيد نائب وكيل الملك وتنطيقوا في القضاء، هما ما غيعاودوش يفتحوا القضيه من جديد، غيشوفوا هاد التشهير وهاد الضحك وهاد الاستهزاء وهاد التلذذ في ضربه البنت وهاد سليمه 56 زعما 56 غرزه وهذيك اللعيبه ديالها زعما درت لك الجوكر نص تاع الجوكر وهذاك الشيء وداك الشيء وداك الشيء كامل اللي استفز المغاربه. تخيلي مغاربه هي عرضت نفسها ان المغاربه يتعرضوا ليها، يعني عرضت نفسها للخطر راه باش تستفزي المغاربه. لا، المغاربه راه حنان شوفوا، ولكن في نفس الوقت راه تستفزيهم تيحط راسو في داك الموقف، تيحط راسو في بلاصه داك الشخص، باها معوق. ما شفتيش هذا الشيء يا مدام؟ سي فغي داز داك الشيء الحكم، حنا ما تنعاودوش نقول لها رجعوا داك الحكم وداك الشيء، ما نقولوش الله يهدي ما خلق، الله كاين، نساو داك الشيء. وقلتي راه تحكمات وخدات الجزاء ديالو جوج قاصرات. اوكي، عجبك مدام الجوان كيتكمل في وسط القدوه السيئه، هي مشات على القدوه السيئه، الكلام الخايب والسبان. عجبك مدام؟ هادشي راه جديد، خلينا من الحكم. عجبك مدام هذاك الشيء؟ عجبك مدام انا دير لها 56؟ عجبك مدام؟ مدام واش عجبك باش ان تكتب ليها عامين دازت واش تقاد لك وجهك؟ هادو جوج قاصرات، لم يكتفي الامر بانها قاصر وطيشه وما عندهاش العقل. سمحي لي، 14 عام راه تزوجوا، 15 مزوجين، 16 هازه دار، 17 والده 3، 18 ما عرفت اشنو، 19 تبارك الله راه دي جون تبارك الله في لي زيكول ديال لي انجينيور كذا تيقراو في دوزيام اني في لافاك، ما عرفت اشنو دايرين. كتلقاي عندها 24 عام وكيله الملك تبارك الله قاضيه، لا ما تقوليش ليا بحال 18 بحال 20 بحال 21 22 زعما في ظرف عام غيتبدل العقليه، فما بالك اذا دخل الحبس سجن شهرين. واش شفتيها كافيه باش انها ترجع وتربى وما تخرجيش تلدي في مأساة البنت؟ باش نعير لها با وانتم شفتوا با كيداير مسكين. الناس اللي شافوا الفيديو عرفتي با دخل معوق، هذاك المعوق تا هو دخل المحكمه. عرفتي شنو هي؟ انا ما تنفكرش تمرض. عرفتي شنو هي؟ باش انني انا ماشي حقي وحياتي وشرملتيني وقريتي، هي كتقرا زوين قريتها مشات وعاودت العام وبزاف ديال الامور والاكتئاب وهضرات الناس وبزاف والحقره، ونجي نقول لك صورتي. عرفتي شنو درت ليك؟ حتى راسك مادام في البلاصه ما نقولش قاصرين، ما بغيتوش توقفوا. كاين شي حاجه كيكلوش، الله يسهل، ما عندناش مشكل. الله يرحم الوالدين القضاء، الله يخلي لي صحيحتهم، الله يحفظ لهم وليداتهم من كل شر. تعاقب استفزيتي المغاربه، خرجت بلايف انا وقلت لها سمحي لي وقلت لي الناس الجيران تيشهدوا، راه كاينين الفيديوهات دابا تحطوا انك تقول لهم عندي واحد الضحيه هنا. شنو هي عندي واحد الضحيه؟ كنتلذذ بيك وكنفتخر بها. لا الله يرحم الحسن الثاني اللي ما رباه والديه ربيه المخزن، وهذه هي حقيقتها وهذه فين جات وقيتها. انا لا خطأت ولدي لا خطأ ودار هذا الشيء، وبرب الكعبه اقسم بالله ما نسمح ليه.
يا والدي تنعطي على شي قلب عاد نصيفطو للمخزن ولدي. يعني هادشي ما كاين شي امور اللي ما نسيرش فيهم البوبليك، وكاين لي امور اللي نسير فيهم البوبليك. يعني انا راه ما يمكنش انت اللي عندك الحق وكل شي خطا. كاين شي امور اللي يكونوا 70,000 واحد خطا، انا تنكون عندي الحق تنتشبت برايي حتى تظهر الحق. وكنلقاو في داري ناس تا هما عندهم الفكره غير ما قدروش يبانوا. بالنسبه لهذوك الشباب اللي واش تمت المحاكمه ديالهم، اللي قالوا لا راه خنزرات فيك اللي جبدوا الفتنه، بحال شي واحد كنقول له كل قتلاتها، يعني داك اللي كيدفعك دير داك الفعل الجرمي. هذيك خيتي اللي كانت معاها في اللايف، يا ربي ما وصلوا هذا اللايف بارطاجيوه. هذيك اللي كنتي معاها انت في اللايف اللي تعرف سميتها يتواصل معايا في الانستغرام على الخاص، اللي تعرف سميتها هذيك صاحبتها اللي كانت دوك التعاليق ديال زينتيها قديتي لها الكمامه غزيتي فيها عطيها وما تيترعدوا منها. البنات اللي ناضوا دافعوا عليها وتحلفتي انك تجيهم عارفاهم فين كاينين وساكنين. حنا ما شغلناش الا كان عندك شي ماضي خايب وكانت عندك شي عقده خايبه منك عداد فيهم داكشي وعندهم داكشي ومربين منك عداد اللي واقع عليهم داكشي، راه اللي عارف وكاين اللي ما عارفش واقع عليهم يعني بزاف تبارك الله هكا كيديروا. قاريين واعيين محترمين مؤدبين بزاف ديال الامور. ولا انا راجعه ان شاء الله للموضوع، وهذا هو رايي. وحنا تنتسناو تقدر ان تبقى متابع في حاله اعتقال او في حاله صلاح، وهذا الشيء اللي دارته راه استفزت فيه المغاربه بزاف. لو ما كان السوشيال ميديا وهاد البنت عندها هاد القناه والصفحه ما كناش غنعرفوا هاد الشيء، وما دارتش هذاك النداء ما كناش غادي نكونوا كنا متفقين على فكره وحده انها خاطئه، وبانك بنتي ما مربياش هذيك خيتي بنتي انك شريره بنتي شنكاره بنتي بزاف ديال الامور، واستفزيتي المغاربه. ما تبقاتش القضيه ديال سلمى تاخذ حقها. والتعويض السيده حيت محامي وتكاليف المحامي وما عندهمش، سيده ما عندهاش حبذا. انا ما عرفتش واش كاينه ممكن انه ديك القضيه ترجع تفتح، ما عرفتش حبذا واش باقي المده ديال النقد خدات عامين، واش ممكن بزاف الامور اللي كاينين المحاميين يوقفوا معاها، اللي كاينين اطباء ان شاء الله ترجع لها ابتسامه ديالها، وكتقول لها سيري قادي وجهك وانا نشري ليك وانا نشري ليك وانا ندير ليك، وانا ما عندي ما نعطيك هذيك 5 المليون. وانا ديالاش 5 المليون ديالاش ندمت تطالبوا ب 120 مليون مليار، وهذه اللي مشات لها حياتها 5 المليون. ما فهمتش انا والله ما فهمت. لا انا راجعه للموضوع ان شاء الله. تحيه لكم.